الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة هي الرباط بين العبد وبين ربه جل وعلا، ولذلك لمحبة الله تعالى للصلاة فرضها الله جل وعلا في السماء، فنزل جبريل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وحمله حتى صعد به إلى السماء، وفرض الله تعالى عليه الصلاة. الصلاة عبادة يحبها ربنا، ولذلك فرضها الله جل وعلا على جميع الأنبياء. زكريا قال الله جل وعلا: فنادته الملائكة وهو أين؟ قائم. ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. إبراهيم لما دعا فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا؟ ربنا ليقيموا الصلاة. ودعا فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. زكريا عليه السلام، موسى عليه السلام، قال الله تعالى عنه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولما ذكر الله تعالى عيسى عليه السلام قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بماذا؟ بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له: وأقم الصلاة لذكري. وقال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر على. كل الأنبياء يذكر الله تعالى صلاتهم، عبادتهم، قربهم، اتصالهم الوثيق بربنا جل في علاه. الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة. الصلاة هي التي كان يفزع إليها الأنبياء عندما يقعون في الكروبات. الصلاة هي التي يكشف الله تعالى بها الكربة عن الناس جميعا يوم القيامة، ولذلك عظمها ربنا جل وعلا وجعل لها مكانتها ورفع الله تعالى قدر فاعليها. الصلاة فريضة السماء، ولذلك فرضها الله جل وعلا في السماء لما رفع نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج. أعجب من بعض الناس عندما يترك صلاته. ماذا فعل الله بك فحرصت على أن تقطع العلاقة بينك وبينه؟ جعل الله تعالى بينك وبينه اتصالا، فتأتي فتقطع هذا الاتصال. لماذا لا تصلي؟ أمر الله جل وعلا بتعظيمها، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بين يدي الله. هي التي فيها الراحة والسعادة عندما ينطرح العبد بين يدي ربه جل وعلا. جرب أن تقيمها في أوقاتها، أن تقيمها مع الجماعة، والله ستجد أثر ذلك في حياتك، في أخلاقك، في رزقك، في راحتك، في أخلاق أولادك، أخلاق زوجتك، في محبة الناس لك. كلما ازددت حرصا عليها وتعظيما لها تكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. إذا انقطع القطر من السماء فزعنا إلى الصلاة، صلينا صلاة الاستسقاء. إذا أردنا حاجة من ربنا وأردنا أن نصنع شيئا وأن نفعله فزعنا إلى الصلاة فصلينا صلاة الاستخارة. إذا انتهى عنا رمضان وجاء وقت العيد والفرحة صلينا صلاة العيد. إذا أقبل العبد إلى ربه جل وعلا تائبا ووقع في ذنب صلى صلاة التوبة. هي متصلة بك في كل حياتك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا حي على الصلاة.